كلمة supply chain أو supply chains اللي هي سلسلة الإمداد أو سلاسل الإمداد. وفي راجل مسؤول داخل الشركات الكبيرة اسمه supply chain manager. الراجل ده بيكون مسؤول عن عملية الفكرة من أول ما كانت فكرة للمنتج لحد ما توصل للفينش برودكت اللي هو المنتج النهائي لإيد الكاستمر اللي هو الكلاينت اللي هو العميل. بعدها على طول بيحصل إن يديني فلوس وتدخل الفلوس ديت أرباح عندي. العملية دي بتمر بسلاسل كتيرة خالص. كلمة سلاسل ديت معناها ان كل حلقة متصلة بالتانية عشان نقدر نوصل للمنتج ده ويتوفر في المنتج ان هو وصل في وقت مناسب وبسعر كويس وجودة عالية. تمام؟ طيب العمليات دي بتكون ايه؟ من اول الموضوع ما كان فكرة، بعد كده حولنا الفكرة ديت لواقع عن طريق ان احنا جبنا المادة الخام، عملنا عمليات تصنيع كتير عليها لحد ما وصلت لمنتج نهائي دخل المخازن بتاعتي، بعد كده وصل لتاجر الجملة ومنه لتاجر التجزئة ومنه بعد كده لحد المستهلك النهائي ودخل لي الفلوس بناء على كده. كل العملية ديت كده بتتم اسمها supply chain management، إدارة سلاسل العرض أو سلاسل الإمداد. أهم نقطة فيها إن إحنا زي ما قلنا إيه، إن الراجل المتابع للأمر ده لازم إن هو يكون مراعي كل حلقة واتصالها بالحلقة التانية. اتصالهم ببعض ده معناها إن في تكامل وانتجريشن ما بينهم وبعض، كل واحدة بتكمل التانية.